يا أهلا وسهلا فيكم، أنا سماح، كيف حالكم؟ إيش أخباركم؟ طمنوني عنكم. والله إحنا إلنا كم يوم في الاختبارات ودوشة الاختبارات. إلي كم يوم بصحى بلاقي الوضع زي كده، في كل مكان في كتب، في كل مكان في ورق، في كل ناحية في أشياء مرمية من هنا ومن هنا ومن هنا. بس أنا بسيب الوضع زي ما هو كل فترة الاختبارات، يحطوا ورق زي ما بدهم. لما نخلص الاختبارات بروح عليهم كل حاجة وبرميها، يا برميها يا هم برتبوها. وطبعا عشان إحنا فترة اختبارات فلازم إحنا نضلنا مهتمين بالأكل، وهم إيش بدهم ياكلوا. اليوم طلبوا مني إني أعمل لهم كبسة. طبعا طلبوا مني أعمل لهم كبسة دجاج مش لحمة، هم بحبوا الدجاج أكتر من اللحمة. حتى أنا بحب كبسة الدجاج أكتر من كبسة اللحمة، بحس النكهة بالدجاج أكتر. المهم هنا بدأت، حطيت البصل المفروم وقلبته، بعدين حطيت عليه كل البهارات الصحيحة: لومي، قرنفل، ورق غار، هيل، قرفة، وكمان حطيت معلقة توم مبشور ومعلقة زنجبيل مبشور، وخلطتهم كلهم مع بعض. وحطيت كمان معلقة سمنة، أنا بحب أحط السمنة في أطباق الرز يعني عشان تعمل نكهة حلوة. وحطيت معلقتين من بهار الكبسة، حطيت معلقتين وقلبتهم مع الكشنة تبعت الكبسة. وبعدين طبعا عصرت ليمون، عصرت عصير طماطمتين، وقلبناهم مع الكشنة. هنخليها تتسبك شوية، وبعدين هنضيف معلقتين صلصة أو 3 معالق زي ما انتوا بتحبوا، يعني اللون أو الحمار تبع الكبسة. وبعدين هنملحها: فلفل أسود، ملح، نظبط ملحها يعني. كده كده هنظبط ملحه بالأخير يعني، بس يعني احنا لازم نحط ملح عشان نملح الدجاج. بعدين هحط الدجاج على الصوص تبع الكبسة بهذا الشكل، وهقلب الدجاج من كل الجهات بهذا الشكل، هضل أقلب فيه لما يتسبك مع الصوص تبع الكبسة ويحمر من كل الجهات. طبعا بعد ما أنا أحس إنه استوى شوية كده، يعني أخذ لون من كل الجهات، أروح أحط المية وهقلبه شوية وهسيبه يغلي وأحطه على جنب لما يستوي الدجاج. كده سكرت عليه وحطيته لما يستوي الدجاج. طبعا هلأ هبدأ أعمل السلطة. اليوم هعمل تبولة. حطيت برغل غسلته شوية، وبعدين هقطع الطماطم وأحطه فوقيه. طبعا البرغل لازم ينفش من عصير الطماطم، عصير الطماطم طبعا، وعصرة نص ليمونة وزيت زيتون. هحط الطماطم فوق البرغل ولحاله هينفش يعني. طبعا احنا رمضان هذا برعاية التبولة والفتوش، ما في أي سلطة جديدة إلا مرة واحدة بالغلط عملنا سلطة عادية يعني. ما يعني ما أبدعت رمضان هذا، سبحان الله، رمضان هذا كده سريع سريع سريع، ما بعرف كيف النهار بيعدي. المهم حطيت كمان على التبولة بصل، تبولة طبيعية يعني، بصل، وبعدين قطعت بقدونس آه بالشكل هذا وحطيته فوقيها. وطبعا هقلبه وقت الإفطار. يعني أنا هحاول برمضان الجاي إن شاء الله أبدع شوية إذا كانت القناة ماشية وصار فيها حركة حلوة يعني. طبعا غير يعني خلال السنة الجاية طبعا هي قناة يومية يعني، فطبعا أكيد هبدع بالطبخات الجاية وهركز شوية، لأنه رمضان الصراحة ما في تركيز. المهم هلأ هعمل الشوربة. رجعنا تاني مرة لشوربة الفريكة. ولادي قالوا: لا يا ماما اليوم بدنا فريكة، بحبوها سبحان الله خلص. فحطيت بصل قلبته، بعدين حطيت الفريكة فوقيه، هحط عليه شوية بهارات وهحط عليه المية وأغطيه لما يستوي. طبعا الفريكة هذه بدها شوية وقت، يعني لازم تكون قبل ساعة من الإفطار إنكم تعملوها، بس أنا بعملها دايما من بدري. فعملتها. ما بعرف هذا بتشال ولا ما بتشال، بس أنا بحس إنه لازم يتشال، بحس إشي غريب فوق الشوربة فبشيله وبغطيها وبسيبها تستوي. وبعدين استوى الدجاج عندي، فشلت الدجاج من الشوربة تبعت أو الصوص تبع الكبسة. طبعا هذا الصوص هو اللي أنا زي ما انتوا بتعرفوا، أكيد بتعرفوا إيه
هو الشوربة اللي أنا هحطه على الرز عشان أعمل الكبسة. هنا عملت صحنين رز. طبعا صحن الرز هحط عليه 4 صحون شوربة. طبعا إذا أنتوا بدكم الكبسة تكون يعني فيها طرية كده، زودوا كمان أصلا كده لازم إحنا نزود نص صحن للخضار، فتزودوا صحن عشان تصير كده مرقة مش جافة. المهم أنا حطيت 4 صحون، وبعدين شوفوا الكمية هذه من اللي هو البهارات بقيسها وبحط بدالها، عشان دايما بعض الأحيان بتكون كتيرة، يعني بتكون كمية كبيرة، فبتاخد من المية اللي لازم تتحط على الرز. المهم ما بعرف فهمتوني ولا لأ. فزودت المية وبعدين قلبت الرز مع المية مع الشوربة، وحطيت معلقتين بهارات كبسة، وبعدين طبعا هبدأ أضيف الخضار. هنا حطيت كمان معلقة سمنة. إيش الخضار؟ الجزر هحط الجزر والزبيب. إحنا بنحب الجزر والزبيب يعني عليه. في ناس ما بيحبوا الزبيب، ما بيحبوا يحطوا الزبيب، بس إحنا بنحب نحط. وحطيت ربع باكيت زبيب، ربع يعني، كان هو بقى عندي ربع وحطيته. وهسيب الكبسة تغلي، ولما تغلي بالشكل هذا هنقلها على عين نار واطية، وهغطيها على الأخير، وهغطيها وأسيبها تستوي على راحتها. يعني شوفوا كده الحركة الأخيرة إني أنا أحرك كده المكونات كلها مع بعض، بعدين ضبطت ملحها، بعدين غطيتها وهسيبها لمن تستوي. هنا طبعا هتبل الدجاج، لازم نغطيه، يعني إحنا عندنا لازم نغطيه بصوص أحمر ونحطه بالفرن يحمر. الصوص الأحمر هذا عبارة عن صلصة، فلفل أسود، ملح، ليمون، بهارات كبسة أو بهارات الرز اللي انت هتعمليه، بنخلطه وبعدين بنحطه على الدجاج، بنغطيه وبنحطه بالفرن يحمر. هنا أنا عملت الدقوس تبع الكبسة، اللي هو طماطم وبقدونس وشبت وفلفل وبصل وليمون، وبنخلطه بصير الدقوس طبعا، وبنملحه وبصير الدقوس. هنا دخلت الدجاج بالفرن وسبته يحمر. طبعا كان برضو ناقصني شوية طلبات في البيت، فقلت يلا أروح أشتريها. هنا ابني آخر فترة صار مهتم بالزراعة والنباتات عمل لي مشتل أصور لكم إياه. عمل لي مشتل عند الباب الإزاز تبع الحديقة عندي. المهم فهنا قاعدين يعني شوف إيش ممكن يزرع في الحديقة نفسها. فما شاء الله صار كل ما نروح السوبر ماركت أو أي مكان فيه مزروعات يوقف عندها. فهنا لقينا كيس تربة للزراعة، حقه كويس يعني، فاشترينا له كيس عشان هو يكمل في مشوار الزراعة ولخبطة البيت عندي إن شاء الله. المهم وبعدين بدينا نجيب النواقص، اللي هو أصلا إحنا بنشتري مرة في الأسبوع كل نواقص البيت، فكانت هذه المرة هي هذه المرة يعني. المهم بس برمضان ما شاء الله يعني مش كل أسبوع، كل نص أسبوع في يعني طلبات، يعني الاستخدام الأكل كبير، وخاصة أنا عندي ما شاء الله 3 شباب فبيأكلوا ما شاء الله بيأكلوا مظبوط. المهم ف جبنا طلبات البيت. طبعا أنا بروح بعد ما أنا أخلص الأكل تسلاية، والله تسلاية قبل الإفطار. شكله هيك تسلاية، بروح قبل الإفطار ألف وأتسوق، وبوصل على وقت الأذان عشان يضيع اليوم، وبعدين بحط الإفطار وبناكل. وبعد ما خلصت تسوق وروحت البيت لقيت هذا المنظر، لقيت جوفي يعني نايم على طرف الكنبة. بقول له انت يعني قلت اوقعك وشو اقول لهم اوقعه. وزيتهم ملاحظين كيف حوالين جوفي الكتب والدراسة ما شاء الله في كل مكان، في اي مكان هم بدرسوا. فابني اسماعيل بيقول لي لا حرام، انا بدي اوقعه بقول لي لا حرام ما توقعهوش. بدي اخليه يجرب. عسل. البس المدلل. شايفين أمانة؟ شوف كيف المنظر، شوف كيف كتب. قلت له قوم انقل على المنطقة الثانية بدنا ناكل. المهم هنا خلص باقي كم دقيقة على الإفطار، فبدأت أجهز للإفطار. حطيت الدقوس بالصحون، حركت السلطة، خلطتها مع بعض زي ما هي المفروض تتخلط، بس أنا بكتر البرغل، يعني أنا بكتر البرغل، بحب البرغل كتير في التبولة.
وحركت التبولة. بعدين جهزت الشاي. طبعا أنا لازم أجهز الشاي في هذا الوقت عشان ما أعمل حاجة بعد الإفطار، أصلي وأجلس خلاص كفاية كده شغل. المهم هيني جهزت الشاي وحطيته على النار عشان يغلي، وبعدين صبيت الشوربة، وهلأ هتلاقوا الأذان بيأذن. الحمد لله on time، اليوم on time. فأولادي أخدوا الشوربة وبدوا ينقلوها للسفرة يعني، وكده بكون خلصت عندنا السفرة. طبعا هنا بدوا هم ياكلوا يعني، السفرة متلخبطة بس مش مهم. كده كان عندي سفرة اليوم وأكل اليوم. وطبعا اليوم كان الحلا دونات من المشتريات اللي اشتريناها اليوم ما عملت حلا، اليوم فري. ضلتني جالسة أشوف إذا حدا بده علم أعلمه، أدرسه، خلاص كفاية. وبس كده بكون خلاص فيديو اليوم. أتمنى أن يكون عجبكم. طبعا لو عجبكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم أي جديد أنا بقدمه. وبس، مع السلامة، وإن شاء الله أشوفكم بفيديو جاي. مع السلامة.